نجم الكرة الفرنسية والعالمية زين الدين زيدان بتصريح مثير للإعجاب بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي عقب تأهله للدور الثاني من نهائيات كأس العالم المقامة بقطر، وذلك بعد الانتصار على كندا ليتأهل الأسود متصدرين للمجموعة التي ضمت وصيف بطل العالم للنسخة الماضية كرواتيا، وثالث أقوى منتخب في العالم بلجيكا، ومنتخب كندا. حيث قال زيدان أن المنتخب المغربي فعلا مدهش ويستحق كل الاحترام، وأثبت أنه رقم صعب في المباريات الماضية أو المقبلة، ملفتاً إلى أن هذه المجموعة الشابة قادرة مواصلة صناعة التاريخ وتمثيل القارة الإفريقية أعلى مستوى. وفي جوابه عن رأيه إذا ما تواجه المنتخب المغربي والفرنسي في أدوار متقدمة، قال زيدان: أتمنى حدوث ذلك لأننا سنكون على موعد مع مباراة ممتعة وشيقة للغاية ستكون مواجهة بين الطموح والخبرة. كما أعلن أنه تلقى دعوة خاصة من أمير قطر لحضور مباراة المغرب وإسبانيا وهو يفكر في الأمر.